بالنسبة للناس اللي بتسأل أصل الحكاية مش فاهمين حاجة، طب ادينا يعني نبذة عن الموضوع، واللي بيتفرجوا على حتت ومش الرؤية مش كاملة. الفيديو ده مهم جدا وفيه أصل الحكاية. أصل الحكاية إن أنا اشتريت حتة أرض من 2008 على الكورنيش أهي، و جيت ابني الارض دي. كانت ولاد عمهم الناس اللي جنبي اللي بايعينها، كانت ارض ورث او بيتهم ده ارض ورث. دي الماسوره اللي هي راحوا منزلين تندة هوريها لكم دلوقتي، والماسوره اللي حطوها، فاضطريت اسيب مساحه، اسيب 60 سنتي من مساحه البيت بتاعي بطول 17 متر. الحته الواجهه صغيره بس في طول مديه لجوه 17 متر. بصوا الماسوره اتدشملت ازاي. طبعا عوامل شمس، تراب، عيل يحدف طوبه، انا وانا ببني مش هقف تحتها تلقى الطوب. بصوا التندة اللي هم رموها من بيتهم على ارضي وعلى ناحيتي، عشان قالوا لا وعلى الله. الناس دي وقفت لي ساعه مباني قالوا لي وعلى الله السقف بتاعك او البلاط السقف بتاعتك تلمس السقف بتاعنا او بلاط، وعلى الله وسب دين بقى وشتايم ما اقولكوش. طبعا انا خفت من المشاكل وقلت لهم ماشي. ركزوا يا جماعه بالله عليكم، الفيديو ده مهم جدا. هتلاقوها من اول دور اما رميت السقف بتاعي، البلاطه بعيده عن بلاطتهم خالص، السقف بتاعي بعيد عنهم زي ما هم قالوا. السقف بتاعك هم بيعاملوا الناس بتكبر وقرف، هم فوق الناس. على ايه مش عارفه، ربنا يسهل لهم. البلاطه ما تلمس، جيت في التاني ما لمستش، جيت في التالت لو لاحظتوا من فوق مقفوله. كانت هم جات لهم مصيبه واتحبسوا. العيال اللي قعدت تسب الدين دي وتبهدلني وانا ببني جات لهم مصيبه واتحبسوا. فرحت سده من فوق، ولما ايه البلاطه على البلاطه زي اي بيت في اي شارع، بتلاقي السقف جنب السقف، ما بتلاقيش فراغ كده. تمام. هوريكم برضو مساحة بيتهم، والأرض دي هم ما دفعوش فيها حاجة، ده وارثينها واخدينها، معرفش والله حكايتها. واخدين، ومن الافتراء بتاعهم رموا تندة عندي من ناحيتي، ورموا تندة من هناك برضو من الناحية التانية. بصوا البيت بتاعهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يسهل لأي حد ذو نعمة. هوريكم البيت بتاعهم والبرضو التندة اللي رموها هنا. قالوا لا، مش عايزين حد يلمسنا من ناحيتي ولا حد يلمسنا من ناحيتي. وعشان ياكدوا مش التنته وبس اللي فوق اللي وريتها لكم، راحوا مرزعين لي ماسوره المجاري دي اللي بتبقى تحت اي بيت. اي بيت الماسوره دي بتاعت الصرف بتبقى تحت اي بيت. بصوا الناحيه التانية برضو رموا تنده. طبعا اللي جات اشترت حته الارض راحت بيعاها او سابتها لهم ومشيت لما لقت التنده ولقت ان هم ايه بتوع مشاكل. انا بقى اللي اتدبيت، بنيت وصبيت بيت عيالي وبيتنا كده، وقدر الله ما شاء فعل. الحمد لله ان جت على قد كده. بصوا بقى هنا البيت بتاعهم دي كان فاتحينها مصليه وقفلوها. الناس عارفه ان هم ايه ما شاء الله عليهم. هم قفلوها، معرفش اتقفلت دي، كان المفروض ده جامع، هم قفلوها وبقوا يربوا فيها كلاب. ربنا يسهل لهم. ده البيت بتاعهم والتندتين من ناحيتين. تمام كده. وهو البيت اللي كانوا بيحدفوا ازاز علينا وطوب، البيت بتاعهم. هوريكم برضو الواجهه بتاعه البيت بتاعي. بصوا بصوا البيت بقى بتاع عيالي اهو. وانا هنا قفلته من اول البلاطه الثالثه، لان هم كان جالهم مصيبه واتحبسوا واتحكم عليه. برضو مشكله مع ناس وافترى على ناس، فايه حتى اخ منهم شال طحال، اتضرب بنار واتشال طحال وقلعت له عين، وابوهم واخد 10 سنين وهربان لحد دلوقتي. بصوا دي الواجهه بقى بتاعتي، الشباك والبوابه بس. تمام. وهوريكم الشباك اللي انا كنت بصور منه، وبيقول لي صوري صوري. ماشي، بس بالله عليكم يا جماعه شير عشان صوت الصفحه يوصل. لسه ما فيش لحد دلوقتي اي اجراءات عمل. حد اتصل بيا قال لي هاجي، ولسه ما فيش اي اجراءات عمل. بصوا واجهه البيت بتاعنا قد ايه، الحته دي الشباك والبوابه بس. ف
زي ما قلت لحضراتكم انا لميت الحته من فوق لما لقيتهم محبوسين. رحت حطاها ورق تصرر للمشاكل. كنت بقول لعيالي لا مش بتاعتنا، ربنا وكنت بهدي يعني على اساس ان انا ما افتعلش مشكله وخلاص. واول مره لما نزل عليها الطوب الماسوره انا صلحتها على حسابي، جبت السباك حط لها حته، واول كسر فيها انا عملته اول ما صبيت وقالوا لي الكسر انت اللي كسرتيها، جبت السباك وصلحتها على حسابي. هم دلوقتي عايزين يبلطجوا عليا، مفيش طبعا حيلتهم حاجه لان الحرام ما بينفعش، ربنا يكفينا الشر. فعايزين يبلطجوا عليا، انت اعمليها على حسابك. ده البيت بتاعهم ودي الماسوره. انا بديكوا صوره كامله عن المنطقه والحته عشان الصوره تبقى واضحه، تمام. وطبعا ده يعتبر البيت بتاعنا تاني بيت على الكورنيش، لان قدام على الكورنيش اهي حته فاضيه، فالبيت هنا تاني نمره على الكورنيش يعتبر. ادي مدخل الماسوره دي بقى لامم حشرات وتعابين وكتير يعني هم سايبينها كده يعني، خدوها والماسوره متبهدله وما معهمش حتى يعملوا حاجه فبيبلطجوا. هم لو اتكلموا حتى باسلوب كويس لا ده رزعوا الباب علينا بالشوم وبهدله وانتوا تغيروها. طبعا الكلام ده اتغير لما الناس اتلمت واتعمل. الفيديو اللي ابني بيقول لي ادخلي وابوه مرمي في الارض، ابني كان خايف حاجه تيجي فيا اتكسر انا كمان واترمي في الشارع زي ابوه، فهو كان بيعيط وبيقول لي ادخلي ادخلي عشان الوضع كان مأساوي، والحمد لله اني جت على قد كده. وطبعا والد ابني دلوقتي في المستشفى وعايز تغيير مفصل كامل، العملية وتغيير مفصل كامل، ولسه طبعا داخلين مستشفيات وإشاعات وموال داخلين وما فيش أي إجراء لسه اتعمل. بصوا يا جماعة أنا بديكوا صورة كاملة الحتة دي والحتة اللي بين هم سابوها بقى. الماسورة دي فيها، الماسورة دي تحت أي بيت، أي حد عنده بيت فاهم أنا بقول يعني، فاهم أنا بقول إيه، وفاهم إن الماسورة دي بتتحط تحت البيوت، ما بتبقاش كده هم سابوها عند وعشان السقف بتاعي ما يلزقش فيهم. هم مش عايزين، هم فاكرين نفسهم فوق الناس كلها. انت سايبينها لك صدقه وهي مش بتاعتهم، انا شارياها من ابن عمهم ودفع فلوس والله من 2008. احنا سايبينها لك صدقه، احنا هنهدهولك. طبعا تهديد وكميه ازاز وطوب، وانا اوريكم فيديو كامل بس طبعا في حاجات اتشالت وحاجات اهي زي ما حضراتكم شفتوا كده. انا بس حبيت اعمل فيديو للناس اللي بتسألني الموضوع مش فاهمين حاجة، فحبيت اقول فيديو كامل. اتمنى تشيروا يا جماعة ارجوكم للصدق.